قصتنا النهارده بتتكلم عن واحد من اذكى القادة العسكريين. قصتنا النهارده بتتكلم عن واحد من اطغى الحكام في القرون الوسطى، واحد من قلة قليلة حكمت معظم مناطق العالم او معظم دول العالم، وهدفه كان هو احتلال العالم كله. قصتنا النهارده بتتكلم عن امبراطور او ثورجي، سميه زي ما انت عايز، مش هختلف معاه. وخليني اقول لك ان الراجل ده غير قانون وحدود ونظام بلده لقانون وحدود ونظام رؤيته هو الشخصيه وبس. قصتنا النهارده بتتكلم عن الامبراطور نابليون بونابرت اللي اتولد سنه 1769 بمدينه اجاسكو بجزيره كورسك، وتخرج من اكاديميه برلين ودخل من بعدها المدرسه العسكريه وهو في سن ال 15، وقدر يحصل على شهاده التخرج في سنه واحده بس. ودي من الحاجات العجيبه لان شهاده التخرج بيحصلوا عليها في سنتين. وقت ما تخرج كانت رتبته ملازم في سلاح المدفعيه، لكن المختلف في الموضوع انه ما كانش زيه زي اي ملازم تاني ابدا، لانه كان بارع جدا ومتميز جدا في التخطيط والتوجيه لافراد العسكريه المدفعيه اللي تحت قيادته. وخد عندك كمان نابليون بونابرت يعتبر اول واكفأ واحد يطور من سلاح المدفعيه ويرفع من اداء واهميه السلاح ده في ارض المعركة. نابليون بونابرت كان قائد سلاح المدفعية في معركة واستعاد من خلالها قاعدة طولون البحرية من بريطانيا عام 1793، وتم ترقيته لرتبة لواء وهو ما عداش ل 24 سنة من عمره. وخد عندك كمان انتصار فرنسا على النمسا وحلفائها عام 1797 كان بقيادة نابليون بونابرت اللي أبدع فيه بتنظيم الجيش على جبهة إيطاليا. وفي 1799 نواب مقربين من نابليون بونابرت عملوا انقلاب سياسي ضد الحكم الاشتراكي في فرنسا في البرلمان الفرنسي يعني، وبدلوه بآلية تنفيذية جديدة أطلق عليه اسم القنصلية، وبكده يتم رسميا أول تطبيق لما يعرف باسم القنصلية في تاريخ فرنسا كلها، وعين نابليون بونابرت رئيسا لها. طبعا ازداد نابليون شهرة في فرنسا وتوسعت شعبيته بين الفرنسيين أكتر وأكتر، وتوسعت معاه صلاحياته سواء السياسية أو العسكرية أكتر وأكتر، ومهد الطريق لحلمه وهدفه كأول إمبراطور لفرنسا. وفي مايو من عام 1804 أعلنت فرنسا كإمبراطورية، وهنا خلينا أقول لك إنها كانت بتشمل فرنسا وإيطاليا وأجزاء من بلجيكا وألمانيا والنمسا، وبتوصل كمان لحدود روسيا. انت متخيل حجم ومساحة فرنسا كان عامل ازاي؟ وفي ديسمبر من نفس العام 1804 توج نابليون بونابرت كإمبراطور لفرنسا، وبعدها ب6 شهور بس توج نابليون بونابرت كإمبراطور لإيطاليا باحتفالية ضخمة أقيمت في ميلانو. وهنا أصبح نابليون بونابرت يحكم أجزاء واسعة من القارة العجوز اللي هي قارة أوروبا. لكن السؤال يبقى هنا، هل اتحقق هدف نابليون بعد اللي وصل له ده واكتفت احلامه؟ الاجابه طبعا لا، لان هدف نابليون بونابرت وحلمه هو السيطره على العالم كله، لانه هدف نابليون بونابرت وحلمه هو حكم القارات السبع. وهنا خلينا اقول لك بانه نابليون بونابرت في الوقت ده كان في الاربعينات من عمره، علشان بس الناس اللي بتشوف الفيديو وهم في سن الثلاثينات والاربعينات ما يفكروش انهم دخلوا في مرحله الشيخوخه خلاص. ده كنتاك وناس غيره، وعلشان بس ما ندخلش في تفاصيل كتير، حققوا حلم حياتهم وشهرتهم وثروتهم في اخر مرحله من مراحل العمر. استمر نابليون بونابرت بغزواته العسكريه، فغزا الحلفاء، قال يعني جت عليهم، غزا النمسا وبلجيكا وهولندا وروسيا وبريطانيا. وفي اخر فصل من فصول عام 1805 اللي هو فصل الشتاء يعني، انتصر في معركه اوسترليتز وخضع الحلفاء لقيادته، وفرض الحمايه على اسبانيا وخلى حكمها تحت قياده اخوه جوزيف بونابرت. لو انت واحد من الناس اللي كل فكرها زي حالات انا مقتصر على انه نابليون بونابرت ده انسان وحيد من كتر ما سمعنا عن غزواته ضد الدول المجاوره ليه، سواء الحمله الفرنسيه على مصر بقياده نابليون بونابرت او غزو فرنسا الروسي او غزو فرنسا لبريطانيا، بحب اقول لك انه نابليون بونابرت كان ليه اكتر من اخ، وكان من ضمنهم جوزيف بونابرت اللي تولى سلطه اسبانيا زي ما قلت لك. لكن الحمد لله انه مش كلهم نفس فصيله نابليون الدمويه، والا شكل العالم كله كان اتغير. الامور مشيت مع نابليون بونابرت بطريقه ملهاش مثيل ابدا مع اي حد كان قبل منه في اوروبا كلها، ووزع حكم القاره الاوروبيه على اخواته. لو مش بس كده، ده غير نظام قانون تولي السلطه وخلاه بالتوارث من داخل العيله وبس. يا بختهم والله اي حد من العيله مصيره في يوم من الايام هيكون رئيس لدوله، الا اذا كان منحوس ومات قبلها. لغايه هنا وينتهي معانا الجزء الاول من قصه نابليون بونابرت. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هحكي لك عن النهايه المأساويه للامبراطوريه النابليونيه اللي حكمت معظم دول او مناطق العالم. انتظرني في الفيديو اللي جاي.